السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد. ما تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة عشان يصلك كل جديد. أظنكم كلكم شفتوا المقلب اللي اتعمل في أخونا في السعودية. هل هو راضي عن المقلب ده؟ وطيب ليه يخلي المقلب ده ينتشر؟ هنعرف كل الأسئلة دي الحلقة دي. ابيض؟ ايوه. طيب سجل عليه من فوق. اليوتيوبر وكان نزل من العربية. شايفين زولنا ده بيتكلم مع البيت قال لي أيوه. آخر انبراش. هذا لبسكم ايش تسموه؟ توب. توب شنو يعني؟ نسيت الاسم دي جلابية توب. سديري. أي. وهذه اللي في راسك ايش تسموها؟ طاقية. عندك سناب شات؟ ها؟ انت عندك سناب شات ولا لا؟ دخل في فتيل قليل الزول ده. عندك سناب شات؟ سناب شات؟ ايوه. ما ادري ايش هذا؟ يا أخو كده ما أعرف سناب شات. ما المشكلة إنك ما أعرف سناب شات. مشكلة دخلت أنا الشعب السوداني كله في فتيل. يا ما معقول يا أحمد. بس ترى انسان وقاعد وجاي يطلب الرزق لعيالي، والله يطبق فوقي منظر خسر علي الدنيا كلها، وخسر علي بيتي هناك مع عيالي مع اخواني مع هناك. الحين حتى اولادي اقسم بالله خلق لي معاهم مشكله، ما هسه ما اقدر اكلمهم في التليفون. هذا عمني تعب مع الشعب السوداني والشعب السعودي وباقي الشعوب، وانا ما لي حاجه في الانسان، انسان بسيط رافع امري لله ورافع على المحكمه العليا، واقسم بالله العلي العظيم ما سامحوا لي يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي وقت ما مسامحه ما تقول له قبيل أنت كنت معه. شايفينك في الفيديو إنك فرحان ومبسوط وحاجات زي دي. طيب بعدين بوراه في لايف في تيك توك تقول ما موافيه. شايف بيقولوا إنه أكل المقلب يابس. صاحبنا ده عامل غلط، كل مرة يقيت الغلط. الله يستر علينا وعليكم. قول زي زي قول زي الحلقة. لا بس لو غلط شنو؟ في حاجة غلط أنت عملتها يعني. لو صح ما لو صح قال ما في مشكلة. ما مشكلة. لو صح لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أما أنت عملت غلط وستروك، ولسه تجي في لايف في تيك توك تقول إنك الزول ده ما معافي ولا مسامحه. ليه ومدين ليه أصله؟ عمل فيك شنو؟ بس بهدلك وأنت كمان انبرشت. طوالي انبرشت تقيل. احمد نعم. انا أنت عارف شغال تسجيل؟ شغال من اول. طيب ما تخليك محترم على الأقل. وكنت عارف في تسجيل، عارف مصورينك مقلب وكاميرا خفية. على الأقل كان تخليك محترم وتظهر بصورة جيدة. ما تدخلنا معك في فتيلة. دخلت في فتيلة بتحك كمان. بتحك. لا حول. ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. الشرطة السعودية تمت القبض على اليوتيوبر السعودي